السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله في قناة ميتونجي. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو غنتكلموا فيه حول الدفعة الثانية ديال الدعم المدرسي اللي كينتظروا العديد من الأسر باش يتيروها من البنكة اللي هما حالين فيها الحساب ديالهم. عديد من الأسر كيسولوني حول الدفعة الثانية واش دوزوها لنا عبر حساب البنكي أو وكالة بنكية اللي حنا حالين فيها، سواء بنك سياج أو كاش بلوس أو الشركة العامة أو أي بنكة اللي نتوما حالين فيها الحساب ديالكم، واش دوزوا لنا الدفعة الثانية ديال الدعم المدرسي؟ والجواب هو أن الدفعة الثانية ديال الدعم المدرسي راه كاينة في الحساب البنكي الخاص بكم، سواء بنك سياج أو كاش بلوس أو الشركة العامة أو بريد بنكي أو أي بنكة اللي نتوما حالين فيها الحساب ديالكم. يكفي أنكم تمشيو لبنكة أو وكالة نتوما حالين فيها الحساب ديالكم، ثم كديو معكم بطاقة التعبئة الوطنية الخاصة بكم وكذلك الهاتف ديالكم باش تسيروا الدفعة ديالكم داخل الوكالة. إذا الأسر اللي كتسول حول الدفعة ديال الدعم المدرسي هي الدفعة الثانية اللي هي خاصة بديك الأسر اللي هما ما استفدوش من الدفعة الأولى، دابا حاليا راه كاينة في الحساب البنكي الخاص بكم. كيبقى السؤال، واش الدفعة هذه دازت عبر جميع أبناك المملكة كبنك سياج أو كاش بلوس أو الشركة العامة أو أي بنكة؟ واش دابا ما غنمشي للبنكة غنسير الدفعة ديالي؟ فأنا غنعطيك جوج ديال الطرق ممتازين تمكنك من معرفة الدفعة الثانية ديال الدعم المدرسي واش تم إرسالها إليكم عبر حساب البنكي الخاص بكم. فقبل ما ندوز نشرح حول الموضوع هذا، كل ما عليكم انكم تشاهدوا مع الفيديو الى اخره، ثم ما تديروا الاعجاب في هذا الفيديو هذا وتشتركوا على القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ثم كذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع كل عائله الاسره اللي كيتسالوا حول الدفعه الثانيه ديال الدعم المدرسي واش كاينه في اي بنكه. اذا دابا ندوز الموضوع ديالنا حول معرفه الدفعه الثانيه واش كاينه في البنكه اللي انا حال فيها. كما قلت لكم في الفيديو هذا كاين جوج ديال الطرق ساهلين ماهلين تمكنك من معرفه الدفعه ديالكم الخاصه بكم، سواء اي دفعه تعرفوها واش كاينه في حساب البنكي الخاص بكم بدون حاجه الى التنقل الى اي وكاله. فقط غير من الهاتف ديالك وانت في دارك تعرف الدفعه ديالك واش تم ارسالها اليكم عبر حساب البنكي الخاص بكم. كاين بعض الاسر اللي هما كيضربوا مشقه ديال الطريق، خصوصا ديك الاسر الله يحسن العون اللي هما ساكنين بعادين على الوكاله البنكيه، كيمشيو يشدوا التاكسي باش يمشيو يشدوا الدفعه ديالهم عبر وكاله بنكيه. بعد اذن ما كيوصلوا تما كيبقاو تما الصاف ديال الناس كيتسناو الدفعه ديالهم باش يخرجوهم من البنكه، ثم بعد اذن كتبقى واقف معاهم وتسنى فوقاش تجي نوبتك. بعدين ما كتجي النوبه ديالك كتلقى الدفعه ديك ما كايناش، وسير عاود ترجع من الطريق اللي جيتي منها وشحال التماره وضيعتي نهار كامل ديال الطريق وقلت باش تمشي تسير الدفعه ديك في اخر ساعه كتلقى الدفعه ديك ما كايناش. فانا غنعطيك كما قلنا جوج ديال الطرق بدون حاجه الى التنقل الى اي وكاله، فقط غير من الهاتف ديالك واش كاينه في اي بنكه اللي تنحل فيها. اذا ندوز الطريقه الاولى اللي ديجا شرحناها في عده حلقات. قلت لكم الطريقه الاولى هي عبر التطبيق البنكي. كتشوف البنكه اللي تنحل فيها الحساب ديالك، بعد ذلك كتمشي للمتجر بلاي ستور كتحمل التطبيق اللي هو مناسب ديك البنكه اللي تنحل فيها الحساب، سواء بنك سياج او كاش بلوس او الشركه العامه او بريد بنكي او بنك الشعبي. اي بنكه تنحل فيها الحساب ديالك كتمشي غير للمتجر بلاي ستور او جوجل بلاي كتحمل التطبيق اللي هو مناسب ديك البنكه اللي تنحل فيها الحساب ديالك، كتحمل ديك التطبيق ثم كتاصطري في الهاتف ديالك. بعدين كتمشي الخطوه الثانيه عبر وكاله بنكيه هما اللي كيفعلوا ديك التطبيق، يعني كتبقى الخطوه الثانيه باش كيفعلوا هذا التطبيق باش تستلم الدفعه ديك عبر التطبيق هذا، ومنها كتعرف شحال صادوا لك، يعني واش صادوا الدفعه مكموله او صادوا الدفعه ناقصه. لان كاين بعض الاسر كيصادوا التعليق كيقول لك حنايا عندنا 3 ابناء مشيت لهم في المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر وكيصادوا لهم غير 500 درهم، فين هي ديك 100 درهم؟ هنا غتعرف ديك التطبيق عبر التطبيق الخاص بالبنكه اللي تنحل فيها، غتعرف ديك الدفعه علاش صادوك ناقصه، واش مشكل مع البنكه او مشكل مع منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر. فاذا كان مشكل من البنكه يعني كيقطعوا لك 100 درهم كل شهر، فهنا كتمشي تحل المشكل عندهم في البنكه باش كتشوف علاش قطعوا لك 100 درهم. اما اذا كان المشكل في المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر كيصادوا لك 500 درهم البنكه اللي تنحل فيها الحساب، فهنا خصك تعمل شكايه من ديك المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر او تعيط لهم باش يحلوا لك المشكل. علاش انا عندي 3 ابناء كاصين 600 درهم هما كيصادوا لي 500 درهم؟ اذا هذه باش تعرف راسك علاش صادوك الدفعه، ومنها غتعرف ديك الدفعه استطاعات اللي كيقطعوا لك كل شهر ديال البنكه باش تعرف شحال كيقطعوا لك البنكه، وكذلك تعرف التفاصيل حول الدفعه ديالك. هذه صراحه ممتازه تمكنك من معرفه الدفعه ديك الخاصه بك عبر التطبيق البنكي، سواء بنك سياج او كاش بلوس او الشركه العامه او بريد بنكي او اي بنكه اللي تنحل فيها. كتمشي غير تاصطري التطبيق عبر متجر بلاي ستور، بعد اذن كتمشي للوكاله البنكيه باش كيفعلوا لك هذاك التطبيق، ثم كتكتشف الدفعه ديك عبر التطبيق البنكي الخاص بك في الهاتف ديالك بدون حاجه الى التنقل الى وكاله، بلا ما تعدي حتى الوكاله وتضرب المشقه ديال الطريق وتشبد التاكسي في الاخر ساعه كتخفيله ثم كيقول لك الدفعه ديك ما كايناش. فانا غير من التطبيق ديال البنكي الخاص بك غتعرف الدفعه ديك واش صادوها لك او لا مازال. هذه الطريقه الاولى.
كاين اللي غادي يقول لي الطريقه هذه صعيبه، ما فيها من اسطالي، ما فيها ما ندخل هنا ونمشي من بنك يفعلوا لي. فانا نعطيك الطريقه الثانيه اللي هي ممتازه تمكنك من معرفه الدفعه ديك الخاصه بك واش كاينه في حساب البنكي الخاص بك بدون حاجه الى التنقل الى اي وكاله او بدون حاجه الى تثبيت اي تطبيق في هاتفك، فقط عبر منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر اللي شرحناها في حلقه اللي قازوا من قبل. قلنا كاينه واحد الميزه تم اضافتها في منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر عبر مبالغ مدفوعه. كتمشي كتعمر كل المعلومات الخاصه بك في منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، بعد ذلك كتوصل الصفحه هذه اللي فيها مبالغ مدفوعه، كتضغط عليها ثم كتظهر معكم الصفحه اخرى اللي فيها حساب البنكي الخاص بكم اللي هو مفعل في اعلى الصفحه. بعد ذلك كتنزل شويه تحت الى اسفل حول مبالغ المدفوعه. هنا غتبان معكم جميع الدفعات الخاصه بكم سواء اول دفعه او سواء كان عندكم مجموعه من الدفعات الخاصه بكم. هنا كتمشي ديك الدفعه اللي سالتوها لك في منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، بعد اذن كتلقى واحد الجمله انتحت اللي هي حاله الدفع. حاله الدفع واش عندك فيها؟ تم ايصاله الى مؤسساتكم البنكيه. اذا لقيت هذه الجمله هذه تما فهذا يعني ان الدفعه هذيك راه كاينه تماك، سواء بنك السياج او كاش فلوس او شركه عامه او اي بنك اللي نتوما حالين في الحساب ديالكم، غتلقاو تما عندكم الدفعه ديالكم عبر هذه الميزه التي تم اضافتها مؤخرا في منصه ديال الدعم الاجتماعي هي حاله الدفع. هذه حاله الدفع هي اللي غتهنيك من المشقه ديال الطريق اللي غتمشي تماك وتكتشف الدفعه ديالك عبر حساب البنكي الخاص بكم او عبر وكاله نتوما حالين في الحساب ديالكم. فقط هي كتجي منصه ديال الدعم الاجتماعي عبر مبالغ مدفوعه، ثم كتجي الدفعه ديالك، ثم كتجي المكان اللي فيه حاله الدفع وكتشوف واش تم ايصاله الى مؤسستكم البنكيه او تم اداؤه. اذا كان تم اداؤه فهذا يعني ان الدفعه شديتيها، اما اذا تم ايصالها الى مؤسستكم البنكيه فهذا يعني ان الدفعه ديالك راه كاينه تماك، راه كاينه في بنكه اي بنكات هنا حل فيها. اذا لقيتي تما عندك في حاله الدفع تم ايصاله الى مؤسستكم البنكيه فهذا يعني ان الدفعه ديك راه صادوها لك عبر بنكه او وكاله اللي تنحل فيها حساب. وبهذه الطريقه هذه كنعرف الدفعه ديالي اللي هما صادوها لي عبر وكاله بنكيه وكنمشي نتريها بدون اي مشاكل. يعني كنمشي نتريها اذا كنت كنتريها داخل الوكاله كنتريها داخل الوكاله، اما اذا كنت كنخرج غير من الشباك اوتوماتيكي عبر كارت كيشي او عبر بطاقه بنكيه فانا كنمشي كنتريها عبر الشباك الاوتوماتيكي او عبر بطاقه بنكيه. اذا احبابي في الله هذا هو جديد ديال منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، وكذلك جديد حول الدفعه ديال الدعم المدرسي. كما وضحنا في هذا الفيديو هذا الدفعه الثانيه ديال الدعم المدرسي تم ارسالها اليكم عبر حساب البنكي الخاص بكم. وباش نعرف الدفعه ديالك كما قلنا كاين جوج الطرق. الطريقه الاولى عبر التطبيق البنكي اللي من خلاله كتاصطلي عبر متجر بلاي ستور، اما الطريقه الثانيه هي عبر منصه ديال الدعم الاجتماعي في مبالغ المدفوعه كتكتشف الدفعه ديالك واش تم ارسالها اليكم عبر مؤسساتكم البنكيه. في الختام كنتمنى اي واحد يبارطاجي المعلومه معكم العائله الاسره اللي كيتسالوا حول الدفعه الثانيه ديال الدعم المدرسي واش تم ارسالها الينا عبر حساب البنكي الخاص بنا. فالجواب هو كما وضحنا في الفيديو هذا. في الختام فضلا وليس امرا لا تبخلوا علينا بالزر والاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكي يصلكم ان شاء الله كل جديد، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو المعلومه مع كل عائله الاسر اللي هما اللي كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر اللي هما مشيتوا عبر المنصه هذه. حاولوا تبارطاجيو المعلومه باش كلشي يستافد باش يعرف المعلومات حول الدفعه الثانيه ديال الدعم المدرسي واش كاينه في الحساب البنكي الخاص بنا.